والدهل. عاشق للمال أنت يا فاروق، عاشق للمال. رولوكس يعطيك الصحة صديقي. هل تعرف السبب؟ الفقر. إذا عشت الفقر، إذا عشت الفقر تخاف. أعطي لي مثال من أمثلة الفقر اللي عشتها فاروق. الحذاء الذي أرتديه مقطع، فعندما أذهب في الشارع الحصى الصغير يدخل إلى قدمي والزجاج مثال آخر، وجبة في اليوم، تأكل وجبة في اليوم، يعني الملابس التي ترتديها تبقى ترتديها السنة بطولها، الإيجار يتراكم ولا تستطيعون دفعه، فكرة أن صاحب الإيجار يأتي ويطرق. فهمتني؟ فهمتك والله فهمتك يا فاروق. ولكن هل تعرف الجميل؟ عندما تجرب هذا تقدر قيمة المال، تحمد الله سبحانه. أنا يا فاروق عشت القليل من الفقر، ولكن ليس المدقع مثل الفقر اللي عشته أنت. لا المدقع صعب، المدقع صعب جدا، مدقع مخيف يا أخي والله الله بعد علينا الفقر يا فاروق. هناك دعاء أنا دائما أكرره: اللهم إني لا أصلح للفقر ولا يصلح الفقر لي فأغنيني من فضلك. اللهم إني لا أصلح للفقر ولا الفقر يصلح لي فأغنيني من فضلك. والله هذا الدعاء إذا كررته يأتيك رزق من حيث لا تدري. كل صباح راح أعيد هذا الدعاء فاروق. مع العلم ترى أخوك فاروق كان من عائلة غنية، كنت أنا من لماذا عائلتك ما الوالد كانت عنده شركة وأفلاسات وتقلبات الحياة، أما أنا كنت عشت، كيف أشرح لك، ولدت كواحد من أغنى أغنياء مدينتنا وانقلبت الحياة، فبعدها عشت الفقر المدقع، بعدها الحمد لله الله يسر.